والنهارده معانا الفايز بجائزة أفضل موبايل فئة متوسطة لسنة 2025. بنتكلم النهارده عن الأوبو رينو 14 اف في نسخة ال 5G. تعالوا نعرف ليه خطف اللقب بكل سهولة. النهارده هنعمل مراجعة صريحة 100% من غير أي رعاية ومن غير أي مجاملات، وهقول لكم كل اللي لاحظته في الموبايل. هنتكلم عن التصميم والشاشة والكاميرات والأداء والبطارية. والسؤال هنا، هل الموبايل ده بيقدم فعلا احسن توازن بين السعر والامكانيات؟ تعالوا نشوف. الرينو 14 اف اول ما تمسكه هتحس ان هو موبايل من الفئة الغالية، كور رفيع 7.7 ملم ووزنه 180 جرام، يعني مسكته مريحة وخفيف جدا. والموبايل بينزل بلونين، الازرق الاوبال بلو والاخضر الليمونوس جرين، والازرق تحديدا شكله فخم جدا عن الاخضر بصراحه. البناء محترم وجوده التصنيع واضحه، والموبايل واخد شهادتين IP68 وIP69، يعني مقاوم للميه والتراب بشكل ممتاز. كاميرات ورا جايه ببروز بسيط جدا، فمدي شكل نظيف وراقي للموبايل. نروح بقى للشاشة، ودي من أقوى مميزات الرينو 14 اف، وهي جاية بمقاس 6.5 بوصة أميلود ودقتها فول اتش دي بلس. كمان نسبة الاستحواذ 93% من جسم الهاتف. ألوان الشاشة جميلة وتفاصيلها واضحة، والسلاسة بتاعها ممتازة مع ال 120 هرتز، ومعدل اللمس بتاعها بيعادل 240 هرتز، يعني بيخلي الجيمنج نضيف وسريع معاك. الشاشة إضاءتها بتوصل ل 1400 نتس، الشمس شغالة ممتاز، مش زي الهونر 400 اللي بيوصل ل 5000 نتس مثلا، بس برضو الشاشة دي قوية جدا. كمان على طبقة حماية محترمة جدا، يعني في مقاومة كويسة للخدوش. نخش على أداء الموبايل، وده الجزء اللي كنت أتمنى يكون أحسن. الموبايل جاي بمعالج سناب دراجون 6 جنريشن 1، بصراحة معالج قديم شوية على الفئة السعرية دي. بيشغل التطبيقات وبيعمل مالتي تاسكينج تمام، وبيشغل ألعاب خفيفة، بس قدام المنافسين زي هونر 400 بمعالج سناب دراجون 7 جنريشن 3 تحس إن أوبو كان ممكن تختار معالج أحسن. عموما للاستخدام اليومي الموبايل ممتاز، لكن في الألعاب التقيلة لأ، هيظهر فرق. نروح للكاميرات، ودي النقطة اللي أوبو لعبتها صح. كاميرا 50 ميجا بكسل مع OIS مثبت بصري، وزاوية واسعة 8 ميجا، وماكرو 2 ميجا. في الضوء القوي الصور ممتازة والتفاصيل واضحة والألوان مظبوطة. طبعا ال OIS بيبان قوي جدا في الليل، بيقلل الاهتزاز وبيطلع صور أنظف. السيلفي جايب قوة 32 ميجا مع اوتو فوكس، وده قليل جدا لما نشوفه في الفئة دي. صور السيلفي ممتازة، كل حاجة واضحة وطبيعية. نيجي للبطارية، هنا الموبايل بيكسب الجولة بمنتهى السهولة بالبطارية 6000 ملي أمبير، تكمل اليوم كله استخدام تقيل بدون ما تدور على الشحن، لأن الشاحن هنا بيجي بقوة 45 واط سوبر فوك، ومش الاسرع بس سريع ومناسب وهيشحن لك في وقت كويس. مفيش شحن لاسلكي، بس ده طبيعي في الفئه السعريه دي. الخلاصه، الرينو 14 اف موبايل متوازن جدا، تصميمه ممتاز، والشاشه بتاعه قويه، والكاميرات جامده، والبطاريه بتاعه مرعبه. عيوبه الاساسيه المعالج القديم وسرعه الشحن المتوسطه. بصراحه كنت اتمنى انه يكون سعره ارخص من المعروض بيه حاليا. قولوا لي في الكومنتات، هل الموبايل ده في ترشيحاتكم ولا لا؟ لو عندك سؤال اكتبه وانا هرد عليه. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.